واش عمرك شفتي مشجع كيخرج منتخب بلادو من البطولة ولكن هو كيرجع للمغرب وهو مرفوع الراس ومكرم بحال الأبطال؟ اليوم غادي نهضروا على واحد القصة اللي صراحة حيرت بزاف ديال الناس وخلات مواقع التواصل الاجتماعي كتهضر على قصة المشجع الكونغولي ميشيل مبولادينغا المعروف بلقب لومومبا. من بعد الإقصاء ديال منتخب بلادو الكونغو الديمقراطية من كأس إفريقيا المقامة بالمغرب، بزاف ديال الناس كانوا متوقعين أن هذا المشجع غيرجع لبلادو ويسالي الموضوع، ولكن اللي وقع كان عكس هادشي كامل، بحيث المفاجأة الكبرى هي أن لومومبا قرر يرجع للمغرب مرة أخرى وماشي لأي سبب، ولكن باش يحضر نهائي كأس أفريقيا اللي غادي يتلعب يوم 18 يناير في مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وهاد المرة بدعوة رسمية من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. ولكن شكون هو لومومبا؟ وعلاش هاد المشجع بالضبط ولا حديث الإعلام والرؤساء وحتى الجماهير العربية والإفريقية؟ ميشيل بولادينغا معروف بأسلوبه الغريب والمميز في التشجيع، ماشي بحال باقي المشجعين اللي كيغوتوا ويقفزوا ويشجعوا طيلة 90 دقيقة. لا، هاد السيد كيوقف ثابت فوق منصة خشبية خاصة وكيرفع اليد ديالو اليمنى على طول الماتش، وكيكون لابس بدلة أنيقة بألوان علم الكونغو. هاد الم... هاد المشهد بوحدو كافي يخليك توقف وتسائل علاش هاد الطريقة وعلاش هاد الهدوء وعلاش هاد الوقفة. الجواب جا من عنده هو شخصيا، بحيث سبق وصرح ان هذا الاسلوب ديال التشجيع ماشي صدفه ولكن رساله سلام مستوحاه من تمثال الزعيم الراحل باتريس لومومبا في كينشاسا. يعني الرجل ما كيشجعش غير بالكره، ولكن كيشجع بالقيم بالرمزيه وبالرساله الانسانيه. من بعد اقصاء منتخب الكونغو الديمقراطيه على يد الجزائر في دور ثمن النهائي في المباراه اللي تلعبات في ملعب مولاي الحسن، رجع لومومبا لبلادو لكينشاسا، وهنا بدات القصه كتدخل مرحلة أخرى. فور الوصول ديالو قال لوسائل الإعلام أنه مازال غادي يرجع للمغرب وأنه توصل بدعوة رسمية للحضور النهائي. هذا التصريح خلق ضجة كبيرة. علاش مشجع أجنبي منتخب بلادو مقصي ويتعزم رسميا للحضور نهائي كأس إفريقيا؟ الجواب بسيط ولكن عميق، لأن لومومبا قدم صورة حضارية راقية على المشجع الإفريقي، لا عنف لا سب لا قذف لا استفزاز، غير احترام وهدوء ورسالة سلام. الأمر ما وقفش هنا، بحيث تقارير إعلامية محلية في الكونغو الديمقراطية كشفت أن المشجع لومومبو غادي يكون عنده استقبال رسمي من طرف رئيس الكونغو شخصيا. تخيل معايا مشجع كرة قدم يستقبل رئيس دولة، وماشي غير هكاك، بل حتى كيتقال أن الرئيس غادي يقدم ليه هدية عبارة على سيارة تكريما ليه وللصورة اللي عطى على جماهير الكونغو في هذه البطولة. هاد اللحظة خلات بزاف ديال الناس يعاودوا التفكير في دور المشجع. واش المشجع غير شخص كيغوت في المدرجات، ولا يقدر يكون سفير ديال بلادو بلا ما يحس؟ لومومبو اختار الطريق الثاني ونجح فيه بامتياز، بحيث رجوعه للمغرب ما غاديش يكون رجوع عادي، بل رجوع ديال شخص ورمز ديال التشجيع النظيف والروح الرياضية والثقافة الإفريقية اللي كتجمع ما كتفرقش. المغرب من جهته كان دائما معروف بحس الاستقبال والتنظيم، وهاد الدعوة الرسمية للمشجع الكونغولي كتعكس حتى هي الصورة الزوينة اللي ولينا كنعطيو على الرياضة، بحيث ولا المغرب جسر ديال التواصل بين الشعوب. القصة ديال لومومبو كتعلمنا واحد الدرس مهم، بحيث انك تقدر تكون مؤثر حتى لما كنتيش لاعب ولا مدرب ولا مسؤول، غير بسلوكك وبطريقة التصرف ديالك وبالرسالة اللي كتحمل. نهائي كأس أفريقيا غادي يكون فيه نجوم وأهداف وحماس، ولكن كذلك غادي يكون فيه مشجع واقف فوق منصة خشبية ورافع يده كيمثل السلام، وكيذكرنا على أن كرة القدم أكبر من مجرد لعبة. شحال من لومومبو خاصنا في مدرجاتنا اليوم، وشحال من مشجع يقدر يبدل الصورة السلبية بالتشجيع الواعي؟ قولوا لنا الآراء ديالكم في التعليقات، وشنو الرأي ديالكم في تصرف المشجع الكونغولي؟ واش فعلا يستاهل التكريم؟ السلام عليكم.